طريقة عمل اللحمة كباب حلة اللي هي قطعنا اللحمة كده زي ما انتم شايفين مكعبات، وضفنا عليها بصل وفلفل ونشوحها شوية على النار. وهنديها توابل دلوقتي. هنضيف التوابل دلوقتي. فلفل اسمر، فلفل ابيض، كزبرة ناشفة، حبهان مطحون. طبعا ده احنا بنضيف التوابل بكميات كبيرة عشان دي شغل افراح، دي كمية لحمة كبيرة. كباب الحلة ينفع من اي قطعية، يعني ينفع من الفخدة، ينفع من السن زي اللحمة بتاعتنا دي كده، لحمة ملبسة، لحمة حمراء. ولازم يبقى الخضار بتاعه كتير، بصل وفلفل، اللي عايز يحط طماطم ماشي، اللي عايز يحط جزر ماشي، بس يفضل يبقى من السن او لحمة ملبسة احسن من اللحمة الحمراء. بعد ما قلبناها وحطينا التوابل بتاعتها هنكمرها دلوقتي ايه بالفويل، ورق القصدير، وهنسيبها على النار هتاخد معانا ساعتين. هنرفع بقى السلوفان دلوقتي مع بعض ونقلب اول تقليبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النار بتاعتنا هاديه جدا عشان اللحمه ما تتحرقش من تحت او تلدع او تمسك في الحله. في اول التسويه، في اول ساعه من التسويه النار بتبقى هاديه جدا على ما اللحمه تصفر الميه بتاعتها، تبقى زي ما احنا شايفين كده. مش عايز اقول لكم الريحه عامله ازاي. ده كده بعد مرور ساعه بالظبط، قدامها ساعه كمان. وده كده شكل كباب الحله بعد ما دخل في السوا. هنديله معلقتين صلصه، ونسيبه 10 دقايق ويبقى كده جاهز ان شاء الله. وكده بعد ما ضفنا المعلقتين الصلصه وسيبناها 10 دقايق، شايفين اللون راح في حته تانية، والطعم والريحه مش عايز اقول لكم. نشوف بقى السوا كده. دايبه دايبه.